كيبدا الفيلم سنة 1988 مع جوج خوت ولاد جالسين في بيتهم. الأخ الكبير بيل كيصاوب مركب ديال الورق، وبما أنه مريض وضاربو البرد طلب من خوه الصغير جورجي ينزل لاكاف ويجيب ليه اللصقة. جورجي وافق ونزل لتحت، ورغم أنه خايف من الظلمة هبط وبقى كيقلب على اللصقة حتى لقاها. من بعد خوه الكبير بيل دهن اللصقة على المركب، وجورجي طار بالفرحة وشكر خوه ونزل الزنقة بوحدو باش يلعب بالمركب في المطار. الماء ديال الشتا سحب المركب لبعيد، وجورجي بقى كيجري موراها وكان مستمتع بزاف، ولكن بالغلط تخبط في واحد البلاكه في الطريق وطاح على الارض والمركب زاد بعاد عليه. جورجي بقى كيجري باش يلحقها، ولكن تعصب حيت المركب طاحت في القادوس، وفجأة بان ليه واحد الكلون شكله يضحك وهاز المركب ديال جورج. المهرس عرف راسو لجورج وقال ليه انا سميتي بيني وايز. بيني وايز تعامل مع جورج بلطف وقال ليه حنا دابا ولينا صحاب. جورجي سولو شنو كدير في المجاري؟ جاوبوا بيني وايز العاصفه هي اللي طيحتني هنا. وبيني وايز عرف كيفاش يضحك على جورجي وقال ليه مد يديك ودير المركب ديالك. جورجي تاق فيه ومد يدو، ولكن فجأة بيني وايز عض يد جورجي وقطعها، ويا ما جورجي حاول يهرب ولكن بيني وايز جبدو لعندو. كدوز 8 شهور على هاد الحادثه وكنمشيو عند بيل. خو جورجي وهو في المدرسه مع صحابو. داك النهار كان اخر يوم في الامتحانات، وكل واحد فيهم كيعاود شنو غيدير في عطله ديال الصيف. كنشوفوا واحد المراه واقفه قدام المدرسه وكتسنى بنتها تخرج، ولكن في الواقع بنتها اختفت هذه شهوره، والام كان باقي عندها امل ان بنتها تخرج. صحاب بيل متوقعين ان البنت اكيد ماتت، ولكن بيل كيقول لهم لا، البنت ما ماتتش، البنت تخطفات. وبيل كان معتقد ان جورجي حتى هو تخطف وباقي عنده امل كبير انه مازال عايش. وفجاه هما كيهضروا كيبان المتنمر هنري، وصحابو كيبداو يتشرملوا عليهم. هنري كيتنمر على بيل حيت كيتوتو في الهضره، ولكن هنري كيتقلق ملي كيشوف باه الضابط، فكيقرر ما يتنمرش على بيل وكيمشي بحاله مع صحابو. في المدرسه كنتعرفوا على بنت سميتها بيفرلي، حتى هي كتاكل الدق في التنمر من البنات، واللي وجدوا الماء موسخ باش يكبوا عليها، وكل ما قدرت ديرو هي انها تحمي راسها. ملي خرجت بيفرلي تلاقات مع التلميذ سميتو بين، ومعروف ان بين كيتعرض للتنمر على قبل الوزن ديالو. بيفرلي كانت ظريفه معاه وكان باين انها تعجبو. من بعد بيل كيرجع لدارو وكيبان انه صاوب سقاقي ديال الصرف الصحي باش تدخل الماء بقوه ويقدر يخرج جورجي من المجاري، حيت بين مقتنع 100% باللي خوه باقي عايش. ولكن باه كان العكس ديالو تماما، وقال ليه تقبل الامر، خوك راه مات، وغوت عليه وطلب منه ينسى هذا الموضوع بمره. في المشهد اللي موراه كنتعرفوا على صاحب بيل اللي سميتو ستان، كان في المعبد كيصلي. من بعد ما كان غادي يرجع الكتاب للمكتبه ولاحظ وجود تصويره مرعبه ديال واحد المراه معلقه في الحيط. حط الكتاب في بلاصتو، سمع صوت التصويره طاحت للارض ومشى باش يرجعها لبلاصتها، ولكن الغريب ان ديك المراه اختفت من التصويره. ستان سمع اصوات غريبه في المكان وترعب وهرب ملي بانت ليه ديك المراه ديال التصويره قدامه. وعلى الجانب الاخر بيل كيقنع صحابو يمشيو للمجاري باش يقلبوا على جورجي، وفعلا كاملين ركبوا البشكليطات ومشاو لتما. في هذا الوقت الدري بين كان في المكتبه كيقرا كتاب على تاريخ المدينه، وعرف بلي شحال هذه في مدينته ديري كانوا عمال السكه الحديديه والدراري الصغار كيحتفلوا بعيد ديالهم. وقع انفجار ضخم تماك، ماتوا 102 و88 منهم كانوا اطفال، وفيه تصويره ديال راس طفل ميت معلقه في الشجره. بين خاف من هذا المنظر وسد الكتاب. من بعد شاف بواقه حمراء قدامه وهو الوحيد في المكتبه اللي كيشوف. بين بقى غادي موراها وشاف بيضه طايحه في الارض، وبقى تابعها حتى نزل لاكاف وشاف قدامه جثه ديال طفل مقطوع الراس. بين ترعب وهرب من الجثه، وفجاه المهرج بيني وايز بان ليه. بين بقى كيجري بلا ما يوقف حتى تخبط في مديره المكتبه، وبيني وايز اختفى من لاكاف. بين خرج من المكتبه بالزربه، ولسوء الحظ ديالو كانت كتسناه جماعه تاع المشرملين بقياده هنري. كتفوه وبداو كيضربوا فيه. دازت عائله في الطوموبيل وشافوا داك الشيء اللي واقع، ولكن ما تدخلوش، وبانت بواقه حمراء من اللون تاع الطوموبيل، وهذا الشيء كيعني ان بيني وايز جاي. هنري جبد جنوي وبغى يكتب سميتو على كرش بين، ولكن ملي كتب الحرف الاول بين ضربوا بركله طيحوا من القنطران تاع الغابه. هنري وصحابو قرروا يطاردوه، وبين بقى كيجري في البحيره بلا توقف. في نفس الوقت بيل وصحابو كانوا عند القوادس نتاع المجاري باش يقلبوا على جورجي. بيل لقى في المجاري صباط مكتوب عليه سميت بيتي، اللي هي ديك البنت المفقوده اللي امها كتسناها قدام المدرسه. بيل وصحابو ظنوا باللي المجاري هي اخر بلاصه كانت فيها بيتي. بيل طلب من صحابو يدخلوا يقلبوا على جورجي وبيتي لداخل، ولكن الدري ايدي رفض حيت المكان موسخ بزاف، وفي نفس الوقت خايف يختفي في المجاري بحال جورجي وبيتي. فجأة بان قدامهم بين كيجري وعيان. من بعد شويه باتريك صاحب هنري كان كيقلب على بين في كل بلاصه. وصل لمدخل المجاري، ولكن بيل والبقيه كانوا مشاو ديجا. باتريك قرر يدخل المجاري حيت سمع اصوات اطفال لداخل، وجد ديودورون بريكا باش يحرق بين، ولكن فجأة بانوا ليه أطفال الزومبي شكلهم مرعب.
باتريك خاف وخرج كيجري بالزربه، ولكن لقى راسو في الطريق مسدود. من بعد بان بيني وايز وهجم عليه، بينما بيل والبقيه داو بين معاهم وتحركوا باغيين يعاونوه حيت كينزل في مكرشو. بيل خدا جوج من صحابو ودخلوا للفارماسيان، جابوا شويه ديال الادوات الطبيه لبين، ولكن المشكله انهم ما عندهمش الفلوس. والصدفه بيفرلي كانت في هذاك الفارماسيان وتلاقات مع بيل وصحابو، وعرفت منهم انهم كيعاونوا بين وما عندهمش الفلوس، فقررت تعاونهم. مشات لهي الدكتور مول الفارماسيان وطيحت داك الصندوق باش بيل وصحابو يسرقوا الادوات الطبيه ويخرجوا. من بعد الدراري عالجوا الجرح اللي فكرت بين. بيفرلي طمأنت عليه وطلبات من بيل وصحابو انهم يتلاقاو مره اخرى. بيل قال ليها باللي غدا غادي للبحيره، وبيفرلي قالت لهم غدا نتلاقاكم تما. بيفرلي مشات لدارهم وتلاقات باها اللي كيتصرف بواحد الغرابه وبغى يتعدى عليها. بيفرلي دخلت للحمام وبدات كتبكي، والغد ليه بيل وبيفرلي والبقيه نزلوا للبحيره ولعبوا مجموعين ودوزوا وقت زوين. الدري ريتشي شاف باللي بين عنده اخبار على الانفجار اللي وقع في المدينه شحال هادي. بين عاود لهم انه من بعد حادث انفجار بزاف ديال الدراري صغار بداو كيختفاو في المدينه، والدراسات تثبتت ان مدينه ديري فيها اعلى نسبه ديال اختفاء الاطفال والجرائم القتل في امريكا كامله. من بعد بين داهم كاملين لدارو ووراهم انه جمع تصاور لمعظم اخبار الاختفاء الاطفال والجرائم القتل، وكاين خبر كيهضر على الاختفاء 91 شخص فجاه، وهاد الحالات اختطاف كتوقع من مئات السنين. والبوليس لقاو طرف ديال الثوب فيه الدم حدا واحد البير قديم. بيل ولا عنده الفضول يمشي لهداك البير. في طريق الرجوع دري ايدي غادي لدارو، داز حدا واحد الدار مهجوره ومحروقه من سنين، وهي نفس الدار اللي فيها البير. الباب ديال الدار تفتح وسمع صوت بيني وايز كيخرج منه وكيهضر معاه. ايدي توتر وطيح البواطه ديال الدواء ديال مو، وملي نزل يجمعها بان ليه الزومبي وخلعو. ايدي دخل للدار المهجوره كيجري، ومن بعد لقى قدامه بواوق بزاف وبيني وايز واقف وراهم وكيقول ليه فين غادي اجا الزناجي. ايدي غوت من الرعب وهرب. اما بيفرلي ملي رجعت لدارها لقات في صاكها رساله من شي حد معجب بها وظنات انها من بيل، ولكن في الحقيقه الرساله كانت من بين. وتفاجات ملي سمعت صوت طفل جاي من لافابو. الطفل طلب منها المساعده، وبيفرلي حاولت تطلب باش تشوف مصدر الصوت ولكن ما قدراتش تشوف والو. فجابت المترو ونزلاتو كامل، وملي جبداتو خرج فيه الدم والشعر تلوى على يد بيفرلي وكتفها، وبقات كتغوت والشعر كيسحبها لتحت. ومن بعد خرجت نافوره ديال الدم من بلاعه عمرات الحمام بالدم. بيفرلي كانت في قمه الصدمه والرعب. باها دخل عليها الحمام اللي سمع صوتها وسولها مالها. قالت ليه باللي كاين الدم، خرج من الحوض، ولكن باها قال ليها الدم انا ما شايف حتى شي دم. وتبين ان بيفرلي بوحدها اللي كتشوف الدم. باها ما داهاش فيها ومشى. كنمشيو عند بيل اللي ما قدرش ينعس، ولاحظ ان الضو ديال البيت جورجي شعل بوحدو. استغرب ولكن ما عطاش اهتمام. بدا كيبكي ملي تفكر خوه ولام راسو على الاختفاء ديالو حيت هو اللي صاوب ليه المركب. من بعد بيل سمع صوت غريب في الدار وشاف اثار رجلين ديال الدم في الارض. مشى مورا هاد الاثار وشاف جورجي كيدوز من قدامه، وبيل تصدم وظن ان هذا جورجي بصح، ونزل لاكاف موراه. شاف جورجي قدامه وبيني وايز باين بجنبه، وقال ليه انا شديت خوك وغادي نشدك حتى انت. وتحرك جهه بيل، ولكن بيل هرب بالزربه وبيني وايز فشل باش يشدو. غد ليه بيفرلي جابت بيل وصحابو لدارها باش توريهم الحمام اللي عامر بالدم وتتاكد باللي راها ماشي حمقى. وفعلا بيل وصحابو كانوا كيشوفوا الدم. تعاونوا كاملين ونطفوا الحمام ومسحوا الدم حتى رجعوا كيف كان. بين تقلق ملي شاف بيل كيهضر وكيضحك مع بيفرلي. من بعد الدراري كاملين نزلوا للزنقه، وبيل عاود لهم باللي شاف جورجي البارح وكان كيبان حقيقي، ولكن بان جنبو كلون غريب. ايدي حتى هو قال حتى انا شفت الكلون. بين وستان علموا صحابهم حتى هما باللي شافوا الكلون. ريتشي كان هو الوحيد اللي ما شافوش. من بعد هنري المتنمر وصحابه كانوا كيضربوا واحد الدري كحل سميتو مايك وكيتنمروا عليه بسبب لونو. مايك شاف بيني وايز قدامه كياكل الدراع ديال الطفل. هنري كتف مايك باش يضربوا بالحجر، ولكن بيل وصحابه شافوا داكشي اللي واقع وعتقوا مايك. بداو كيرميو الحجر على هنري وصحابه، وصحاب هنري ردوا عليهم وبداو كيتبادلوا الرزق بالحجار. صحاب بيل كانوا كتار فانتصروا عليهم، وصحاب هنري هربوا وخلاو هنري بوحدو، وهكا مايك انضم لعصابه بيل. الدراري عرفوا باللي كاين دري جديد في المدينه اختفى، والدراع اللي كان بيني وايز كياكل فيهم قبيله كان دراع حد الدري. الدراري جاهم احباط من هذه العمليه الاختطاف وما عرفوش شنو النهايه ديالها، ولكن بيل قال لهم باللي دار ابحاث مزيان على كاع حالات الخطف والقتل اللي وقعوا في مدينه ديري، واكتشف ان هذه الاحداث كتوقع مره كل 27 عام. الدراري استنتجوا ان المهرج بيني وايز كيخرج كل 27 عام باش ينفذ الجرائم ديالو، من بعد كيدخل في فتره سوبات. مايك قال لهم باللي جدو كيعتقد ان هذه المدينه ملعونه
وساكن فيها كيان غريب كيستهدف أهل المدينة. الدراري استغربوا أن كل واحد فيهم بان ليه شي حاجة مرعبة ومختلفة على الآخر. يعني كاين اللي بانت ليه مرأة مرعبة من التصويرة، وكاين اللي بان ليه جسد بلا راس. في مايك استنتج باللي بيني وايز كيتشكل في حوايج اللي الدراري كيخافوا منها او في صورة ناس هما مهتمين لأمرهم. يعني بين ملي بان ليه جسد بلا راس هاد الشيء حيت خاف من منظر الراس اللي شافوه في الكتاب، وبين بان ليه خو حيت كيتفكروا ديما. وبيني وايز عنده قدرة يعرف شنو الحوايج اللي كيخافوا منها الأطفال. مايك عاود لهم انه تخيل الناس كيتحرقوا وكيحاولوا يهربوا من البيت، وهذه هي الحاجه اللي كيخاف منها حيت باه وامو ماتوا محروقين. ومن بعد شاف المهرج بيني وايز قدامه. الدراري سولوا ريتشي انت من الناس كتخاف؟ ريتشي قال لهم انا كنخاف من المهرجين. من بعد الدراري حطوا خريطه ديال المدينه الديري واستنتجوا باللي اي مصيبه وقعت في المدينه وقعت حدا المجاري، واكتشفوا ان القوادس نتاع المجاري ديال المدينه مرتبطه بمكان واحد اللي هو الدار المهجوره اللي دخل لها ايدي. وكلهم قالوا بلي ديك الدار فعلا مرعبه، وهي الدار اللي ساكن فيها بيني وايز. ايدي تجنن وخاف من هذا الموضوع وحيد الخريطه. المفاجاه بروجيكتور شعل بوحدو وبدا كيعرض تصاور بزاف لعائله بيل. ومن بعد عرض تصاور لبيني وايز. مايك طيح البروجيكتور باش يوقفوا ولكن ما توقفش، وبيني وايز خرج من الشاشه وتحرك لجهتهم بالزربه. ولكن ملي حلوا الباب الكراج بيني وايز اختفى وكلهم تنفسوا بصعوبه. بيل ولا مقتنع باللي جورجي كاين في هذيك الدار المهجوره وطلب من صحابو يمشيو ليها. في البدايه كانوا خايفين، فبيل قرر يمشي بوحدو ودخل للدار. صحابو جاو موراه وطلبوا منه ما يدخلش. بيل قال لهم ما يمكنش نبقاو واقفين كنتفرجوا وما نديروا والو، والا دري اخر من غير جورجي غادي تخطف ويقدر يكون شي حد فينا، فما يمكنش نتجاهلوا الموضوع. انا طول الوقت اللي كنكون فيه في الدار ما كنفكر في والو من غير جورجي وكندوز اوقات صعيبه. الدراري قرروا يعاونوا بيل وريتشي وايدي، دخلوا معاه للدار بينما البقيه بقاو على برا باش يراقبوا الوضع. ريتشي لقى ورقه فيها تصويرته مكتوب عليها المفقود وخاف انه يتخطف، ولكن بيل هداه وقال له بلي بيني وايز باغي غير يخدعك. من بعد الدراري بثلاثه سمعوا صوت شي حد كيطلب المساعده، وملي طلعوا الفوق تخيلوا البنت بيتي اللي اختفات وظنوا انها حقيقيه. مشاو لجهه البيت اللي فيه بيتي، ولكن ايدي سمع اصوات اخرى كتناديه وبقى مركز معاها وتفارق على صحابه. تخيل زومبي عاوتاني حيت هذه هي الحاجه اللي كيخاف منها، وطاع على الطبله وهرسها. اما ريتشي فتلاها مع الصوت كيناديه وتفصل على بال. من بعد بانوا ليه بوبويات ديال المهرجين حيت هذه هي الحاجه اللي كيخاف منها، وشاف لعبه كتشبه ليه ميته في تابوت. من بعد بان بيني وايز، ولكن ريتشي يخرج كيجري من البيت وانضم لبيل. بيل وريتشي تخيلوا جورجي كينزل الدم في فمو، والدم جا كيتحرك لجهتهم. بانوا قدامهم ثلاثه تاع البيبان، وملي حلوا باب منهم بانت لهم بيتي والنص جسدها مقطوع. بيل قنع ريتشي باللي هادشي كامل غير اوهام وماشي حقيقي. بينما ايدي لقى باللي دراعو تهرس من الطيحه، وبيني وايز بان ليه وتحرك لعندو باش ياكلو وشدو وخرج سنانو باش يعضو. ولكن بيل وريتشي دخلوا عليهم في الوقت المناسب. بيني وايز قرر ياكل بيل هو الاول، ولكن بيفرلي طعناته باداه حاده، وبيني وايز تألم وجرح بين في كرشو. من بعد هرب للمخبأ ديالو. بيل تبعوه شافو كينزل للبير. الدراري كاملين خرجوا من الدار، وام ايدي غوتات عليهم وتعصبات حيت بسببهم تهرس دراع ولدها، وامراتهم باللي حتى شي واحد ما يبقى عنده بيه علاقه. وركبات هي وولدها في الطوموبيل ومشاو بيل قال لصحابو انا شفت بيني وايز كيدخل للبير، واكيد المره الجايه ملي غندخلوا للدار المهجوره غادي نكونوا مستعدين اكثر من هكا. ولكن ستان خرج على الشعور ديالو وقال ليه ما كاينش المره الجايه. ريتشي كان متفق مع ستان حيت ايدي وبين كانوا غيموتوا، وقال لبيلي جورجي مات وحنا ما بغيناش نموتوا بحالو، وانت ما قدرتيش تعتقو فحاول تعتق راسك. بيل تقلق من هاد الهضره ودابز هو وريتشي وتضاربوا وصحابهم فكوهم. النتيجه انهم تفرقوا حيت حتى حد ما بغى يعرض حياته للخطر، وكل واحد رجع لحياته الطبيعيه. داز ايام وشهور وكنمشيو عند جماعه هنري كان كيتريني على ضرب القرطاس، وامر صاحبه يشد ليه قطه باش يضرب عليها. ولكن الباين ديال هنري دخل وامره يحبس، غوت عليه حيت كيدير المشاكل بزاف، وضرب قرطاسه في الارض باش يخوفو. وبين لصحابو ان هنري غير كوماني. هنري تقلق وجلس في اللب وشاف من بعيد بواقه معلقه في الصندوق البريد. ملي حل الصندوق لقى فيه جنويه، وبيني وايز هو اللي جاب ليه ديك الجنويه. هنري دخل للدار ولقى باه ناعس، وتخيل باللي الشخصيات ديال شي برنامج في التلفازه كيقولوا ليه قتلو، وفعلا هنري قتل باه المسخوط الوالدين. وبيني وايز بان في التلفازه بينما بيفرلي كانت خارجه باش تلاقى بيل، ولكن باها سد الباب حيت ما كانش عاجبو تخرج مع الاولاد وتقلق من رساله الحب اللي وصلاتها.
باها شدها من يديها بقوه وهي غوتت عليه وطلبت منه يطلقها. باها بغى يتعدى عليها ولكن هي ضرباته وهربت تجري دخلت للحمام. باها هرس باب الحمام ودخل موراها، ولكن بيفرلي كانت مخبيه وضرباته بالغطاء ديال القعده نتاع الحمام حتى مات. وبيني وايز بان وخطفها. في نفس الوقت بيل استغرب ان بيفرلي تعطلات عليه، فقرر يمشي لدارها. شاف باها ميت في الارض، وبيني وايز خلى ليه رساله كيقول ليه غادي تموت الا حاولتي تنقذها. ولكن بيل ما خافش وتواصل مع صحابه وقال لهم داكشي اللي وقع. في هذه اللحظه قرروا يتحدوا مجموعين حيت عرفوا باللي بيني وايز غادي يقتلهم واحد مور واحد، فكان ضروري يتحدوا باش يقضيو عليه. مايك جا معاه بيستولي ديال المسامر، وصلوا للدار المهجوره ووجدوا الاسلحه باش يحاربوا بها بيني وايز. هنري كان حاضيهم وكيراقبهم. الدراري وصلوا للبير وقرروا ينزلوا فيه بالحبل، وتبين بلي بيفرلي باقا عايشه. ودابا بدات تفيق في اعماق البير وشافت قدامها دوامه ديال الدراري الصغار اللي قتلهم بيني وايز. حاولت تهرب ولكن بيني وايز بان وجرى لعندها وشدها. بيفرلي قالت ليه انا ما خايفاش منك، قال لها انا غنخليك تخافي، وفتح فمو الاخر وخرج منه الشعاع قوي. اللي وقع هو ان بيفرلي انتقلات بالوعي ديالها لكون اخر، وهذه وحده من قدرات بيني وايز. كاع الدراري من غير مايك نزلوا للبير، ولكن هنري بان وضرب مايك وسحب الحبل الفوق باش يمنع الدراري يرجعوا. حاول يقتل مايك بالبيستول المسامر ولكن فشل، ومايك ضربه بحجر الراس وطيحه وسط البير. واخيرا هنري مات. من بعد دريستان توضر على صحابه، وبيني وايز استغل الفرصه وبدا كيستفرد به. والمراه المرعبه ديال التصويره خرجت ليه. بيل واللي معاه قلبوا على ستان في كل بلاصه حتى لقاو بيني وايز كان غادي ياكلو. بيني وايز ملي شافهم انسحب وهرب. ستان كان منهار تماما وقال لصحابه نتوما خليتوني بوحدي. صحابه حاولوا يهدنوه وطلبوا منه السماحه. بيل تخيل خوه جورجي ستت معاه وتفصل على صحابه. جورجي جر بيل لبعيد، بقي يلقاو بيفرلي طايره في السماء وفاقده الوعي. تعاونوا مجموعين وقدروا ينزلوها وحاولوا يفيقوها ولكن ما قدروش. ولكن ملي بين باسها رجع ليها الوعي وتاكد ان الحب هو الوسيله الوحيده باش تفيق. الله يجعلني نتيق. اما بيل فكان مخدوع كيصحاب ليه بلي هاد جورجي بصح. جورجي سولو علاش عطلتي باش تقلب عليا؟ انا شحال هادي كنحاول نخرج من هنا وما قديت. وطلب من بيل يرجعوا للدار. بيل قال ليه توحشتك بزاف، ولكن جبت بيستولي تاع مسامر وقال ليه انت ماشي جورجي وضربه بالمسدس. بيل كان فايق وعارف بلي هذا ماشي جورجي. جثة جورجي تحولت لبيني وايز والدراري كاملين ترعبوا. بيل بغى يضربوا بالفردي ولكن لقاه خاوي. بيني وايز هجم على بيل والدراري حاولوا يدافعوا عليه، ولكن بيني وايز ضربهم كاملين وشد بيل وقال لهم غادي ناكلكم كاملين ونتغدى على الخوف ديالكم، ولكن غادي نعطيكم فرصه باش تهربوا وتخليوني غير مع بيل وما غاديش نطاردكم حيت غادي ندخل في سبات عميق لمده 27 عام وانتوما غادي تعيشوا حياتكم الطبيعيه. بيل طلب من صحابو يمشيو حيت هو اللي دخلهم في هذا المشكل من الاول، ولكن صحابو رفضوا وكل واحد فيهم هجم على بيني وايز بالسلاح ديالو. بيني وايز حاربهم وتلون بشخصيات اللي كيخافوا منها، ولكن هما قاوموه وتغلبوا على المخاوف ديالهم وبداو كيطعنوه وكيسدوا ليه الضربات المتتابعه. بيفرلي عطاتو ضربه قاضيه الاخيره تبين ان بيفرلي ما كانتش خايفه منه من الاول. داكشي علاش ما قدرش يقتلها حيت هو كيقتل البشر اللي كيخاف منه فقط. ودابا بيل وصحابو ما خايفيش منه بتاتا وما غاديش يقدر يقتلهم. بيني وايز رجع للمخبأ واختفى باش يدخل في مرحله السبات وغادي يرجع من بعد 27 عام. بيل شاف جاكيطه صفرا ديال خوه وعرف بلي خوه صافي مات وما غاديش يرجع ابدا، وبدا كيبكي عليه وصحابو كيواسيوه. من بعد دا شهر بيل وصحابو تجمعوا واتفقوا باللي الى بان بيني وايز ورجع من بعد 27 عام حتى هما غادي يرجعوا وغادي يتحدوا باش يحاربوه ويتغلبوا عليه عاوتاني. من بعد كل شيء مشى بحاله، ما بقى غير بيفرلي وبيل. بيفرلي قالت ليه باللي غتمشي تعيش في مدينه اخرى مع خالتها. بيل اعترف ليها بالحب ديالو وحتى هي اعترفت ليه باللي كتبغيه ودعاته ومشات. وحتى انا غادي نودعكم ونمشي. ما تنساوش ديروا متابعه وجيم، ولا بغيتوا الجزء الثاني ديروه لي في كومونتيرات. وباي باي سلام.